بص يا اسطوره، جايلك النهارده بحكايه عمنا إيلين. اكتر حكايه طلبت مني في الكومنتات. بطلنا مش اقوى واحد في الكوكب ولا حتى القدر مختاره، ده جيمر مدمن تحديات قرر يبدا من الصفر من غير هدايا ولا حظ ولا شفقه من العالم حتى، وكل مهاره وراها معاناه، ومع كل هزيمه البطل بيتحول لوحش اخطر بكتير. وهل اللعب في مستوى الجحيم كان غباء ولا هو الطريق الوحيد للقوه الحقيقيه؟ اربط حزامك واستعد معايا لملخص جهنمي في عالم الضعيف فيه بيتهان والقوي بس هو اللي بيكمل. ولو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه إيلين هتلاقيني سايبهولك في الاي اللي فوق او في الكومنت المثبت تحت، فروح اتفرج عليه واوعدك هتستمتع. فمن غير ما اطول عليك انزل اعمل اللايك الجميل ونوصل الفيديو ده 5000 لايك في اول يوم، ويلا بينا نبدا الحكايه. وعمنا قال لسه بيقاوم باقصى قوته، والطائر المتوحش بينزل بمنقاره على دماغه، وعمنا قال بيحرك دماغه بسرعه وبيحاول يتفادى الضربات، وبعدين بيستدعي الديدان الغبيه، ودي اول ما بتظهر بتمسك في رقبه الطائر وبتفضل تمص في دمه لحد ما بتشل حركته. وقال ما كانش عارف ان هي تنقذه في اللحظه دي لانه اول مره يختبر الديدان اصلا، بس كان عارف ان قوتها هي استنزاف الطاقه. وقال بيسحب جسمه من تحت الطائر وبيفكر ازاي يهرب بسرعه من المكان، بس المشكله الاكبر انه فقد جزء كبير من طاقته، خصوصا بعد كل الوحوش اللي خرجها مره واحده، والطائر بيقدر يتحرك وبيقتل الديدان. وقال مش عارف يعمل ايه مع الكائن ده، مش بتموت ليه يا عم انت؟ فبيخلي الذئاب والديدان تهجم عليه مره تانية، وبيستغل وجودهم في اللحظه دي وبينزل على دماغه بالسيف بتاعه، واخيرا الوحش بيموت وبيقع على الارض. وقال بيتفاجئ بكتاب الاحصائيات بيظهر جنبه، وبيعرف انه هزم طائر الالبرون وكسب 100 نقطه خبره مره واحده. والواد يعني بيقع على الارض من كتر الفرحه ومش مصدق نفسه، وبنعرف ان ده اول وحش يهزمه في حياته، وبيحس بشعور قوي ما كانش عنده قبل كده. وعمنا قال بيرجع البيت مع جثه الطائر، وطبعا العيله كلها واقفه مصدومه ومحدش مصدق انه هزم طائر الالبرون لوحده كده. وامه بتقول له انت عملت كده ازاي ده انت؟ وكرينا بتقول له ايوه يا عم إيلين، شكلك هتاكلنا لحمه النهارده. ومش اخوه الصغير بيكون خايف من شكل الطائر اللي معاه. ألين بيقول له ما تخافش يا عم مش هيجي يعضك، انا قتلته خلاص. وابوه بيلاحظ ان في جرح في خده، بس ألين بيعرف انه جرح بسيط ويروح بسرعه. وجيرارد مش مصدق انه قتل الوحش ده بالسيف الخشبي وشويه احجار، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي على جسم الطائر عضة كلب، وبيساله انت عضيت الطائر ولا ايه؟ ألين بيقول له مش فاكر بصراحه، انا كنت بحارب باي طريقه عشان ارجع البيت سليم. وجيرارد بيفتكر ان ألين كان بيعض الطائر فعلا، وبيكون خايف لحسن يعضه هو كمان. وألين بيلاحظ ان في ورم في دماغه، وبيعرف ان كرينا كانت بتتدرب معاه واكيد ضربته بالسيف الخشب على دماغه. وجيرارد بيقول لألين تعالى معايا نشوف الوحش بتاعك، وبيعرف ان وزن الطائر ده 60 كيلو وبينزل منه 20 كيلو بعد ما دمه بيتصفى، ده غير ان اجنحته الزرقاء دي غاليه جدا. وألين فرحان ان جيرارد بدا يعلمه كل اللي يعرفه، وبيساله بعدها لو الضريبه اللي هيدفعوها بتطبق على الطائر ده. جيرارد بيعرفوا ان هم طبعا هيدفعوا ضريبه، بس زعيم القريه مش بياخد ضريبه على الحيوانات الصغيره زي الارانب والفراخ واي حاجه بتتاكل، لكن طائر ضخم زي ده من الرتبه دي اكيد هياخد عليه الضريبه بتاعته. وألين بيعرف انها صفقه خسرانه عشان لازم يودوا 60% من اللحم لزعيم النقابه. وبيتفاجئ بعدها اول ما جيرارد بيخرج حجر سحري من جسم الطائر، وبيعرف ان الاحجار السحريه دي بتكون في جسم اي وحش من الرتبه دي. وجيرارد ما بيكونش مهتم يعرف قيمه الحجر الحقيقيه، وبعدها بيتعصب عليه عشان هو لسه عيل صغير وما كانش ينفع يخرج يصطاد لوحده كده، وكمان والده مصاب ومش هيقدر يساعده لو وقع في خطر. بس الطائر ده هيساعدهم يقنعوا الزعيم يزود حصتهم في الاكل. وألين بيكون عنده خطه جهنميه بيعرفها لجيرارد، وبيروحوا بعدها هما الاثنين لزعيم القريه. وجيرارد بيعرف الزعيم ان ألين خاطر بحياته عشان يصطاد الوحش الضخم ده، والزعيم متفاجئ من طائر الالبرون العملاق ومش مصدق ان الواد الصغير ده جابه لحد هنا. وجيرارد بيقولوا ان هم هيدفعوا ثمن الاجنحه دي كضريبه على الطائر وهيحتفظوا باللحمه كلها في المقابل. الزعيم كان موافق على الاقتراح في الاول، بس بعدها بيفتكر امر البارون لانه طلب منهم يوفروا كميه لحوم كبيره جدا السنه دي. وألين بيعرف ان ده السبب اللي خلى الناس العاديه تشارك في الصيد. وجيرارد بعدها بيعرض عليه الحجر السحري، بس الزعيم لسه مصمم ياخد جزء من جسم الطائر. وجيرارد بيفكروا ان هو السبب في اصابه رودين، وبسببه عمنا رودين قاعد في البيت دلوقتي، وبيقولوا ان عيلته المسكينه هتموت من الجوع ومش فاهم ازاي هياكل عياله ومراته طول فصل الشتاء. وعمنا ألين بيكمل مع المسلسل وبيمثل ان هو دايخ وتعبان من كتر الجوع، وعمنا جيرارد بيلحقه قبل ما يغمى عليه عيني وبيقول له استحمل شويه يا ابني، الله يسامح اللي كان السبب في اصابه ابوه. وزعيم القريه بيحس بالذنب فعلا، وبيعترف ان رودن خدم القريه كتير، وبيوافق ان هم ياخدوا جسم الطائر بالكامل، وبكده تكون خطتهم نجحت وهياكلوا لحمه النهارده يا رجاله. وألين بيقرر يلعب على مشاعر زعيم القريه، وبيطلب منه ان هم ياخدوا اللحمه ويسلموا الاجنحه والاحجار في كل مره، وبيحاول يستغل اللي حصل النهارده في صالحه عشان ياخدوا اكبر كميه من اللحوم ويتهربوا من الضرايب. وجيرارد بيقول له مش لما تصطاد واحد تاني يا عم انت ولا ايه؟ وبعدين انت عارف ان الطيور دي نادره جدا ومش اي حد يعرف يجيب اجنحه زي دي. والزعيم بالفعل بيكون عارف المعلومه،
بيوافق ان هم ياخدوا اللحمه بتاعت كل طائر يصطادوه، وبكده الاتفاق بيتم وخطتهم الكبيره نجحت. وعمنا الين بيروح نفس المكان عشان يصطاد طائر تاني، بس بيتفاجئ باتنين منهم جايين على الضفادع. يا جدعان كنت عايز واحد بس والله. واول ما بينزلوا بيرمي عليهم الديدان على طول، وبيسحب منهم طاقتهم بسرعه رهيبه، وبيرمي احجار كبيره على دماغ كل واحد فيهم، وبيخلي الذئاب تهجم عليهم عشان تضعفهم اكتر واكتر. وفي الاخر بينزل على دماغهم هما الاثنين، والمره دي بيكون قتل اتنين من طائر الالبرون. اللهم صل على النبي. عم ميلي شكلكم هتاكلوا لحمه كل يوم لحد السنه الجايه. وبيكون سحب كل الوحوش اللي خرجها من الكتاب، وبيكون خرج 3 ايام من صيد اول طائر ليه، بس دي اول مره ما يخسرش اي حيوان من الحيوانات اللي خرجها، عشان الطائر المره اللي فاتت قتلهم كلهم. والين بيلاقي نقاط الخبره عنده زادت 200 نقطه، وكده بيكون وصل ل 1000 نقطه وكسر الحد بتاعه. وعمنا الين بيفرح جدا ويشوف الاحصائيات الجديده، وبيلاقي كل المهارات اللي عنده زادت للضعف، ومستوى الخبره الجديد بيبدا من 2000 نقطه، ومش مصدق انه عملها اخيرا ومستواه زاد بالسرعه دي. ومن كتر الفرحه يا عيني بياخد الكتاب في حضنه، وده لانه بعد تعب 6 سنين قدر يعلي مستواه اخيرا، وبيحس ان جه الوقت اللي اهله يعرفوا الحقيقه. وعمنا رودن بيتفاجئ اول ما بيشوفه، وبيلاقيه داخل عليه بطائرين المره دي، والين بيعرفوا انه قدر يهزمهم في نفس الوقت. ورودن كان عايز يكلمه في موضوع، بس في الاخر رجع في كلامه وكمل اللي هو بيعمله. والين بيرجع تاني يتدرب مع كرينا على المبارزه، وبنعرف انه عدى شهر وصاد 10 وحوش كمان، وبكده يكون حقق هدفه في الصيد وزود مستواه. والاهم من ده انه وفر لعيلته 400 كيلو لحمه لفصل الشتاء. انا لو مكانه كنت بعت نصهم في السوق السودا والله. والين بيفكر يبدل جزء منهم بالحطب، وده لان الحطب ضروري جدا في موسم الشتاء، وهيكون عنده فرصه يصطاد فيها طيور تاني، بس لازم يلحقهم خلال موسم الهجره السنه دي. وعمنا الين بيسرح وبيفكر في الموضوع اثناء ما بيتدرب مع كرينا، بس طبعا كرينا مش بتسمع عليه، وبتنزل على دماغه بالسيف الخشبي وبتودعه بعد ما هو رامي دماغه زي ابوها. والين بالليل بيقعد مع ابوه وامه، وبيكون عايز يكلمهم في موضوع مهم، وبيعرفوا انه حلم وهو صغير ان عنده قوه مش طبيعيه. ورودن وتريشا مش مصدقين الكلام ده اصلا، والين بيقولوا انه كان حاسس بيها من ساعه ما اتولد، وده معناه انه اقوى جسديا واذكى من الشخص العادي، وفي نفس الوقت يقدر يعمل حاجات كتير اكبر من سنه، وبيحاول يمثل عليهم انه هركليز القادم. وتريشا بتفتكر ان الواد اتجنن من كتر اكل اللحمه، بس عمنا رودن بيكون مصدقه، وده بعد ما اصطاد طيور الالبرون، وبيلاحظ ان الجرح اللي على خده اختفى فعلا، وبيعرف ان الين نجح في الاختبار وبقى عنده قوه زي كرينا. بس تريشا بتفكره انه سيد في الاختبارات من شهرين بس مش اكتر. الين بيعرفهم انه حلم بموضوع الاختبار ده برضه، وان البالونه السحريه كان فيها مشكله ساعتها. ورودن بيعرفوا ان الكلام اللي بيقوله ده خطير جدا، ولو وصل لكهنه المعبد ممكن يعاقبوه. الين بيقول له ما تقلقش يا حاج، محدش يعرف غيركم، وبيقول لهم ان السبب الحقيقي في فشل اختبار التقييم ان الكهنه ما خدوش بالهم من قدراته واعتمدوا على البلوره، وده لان قوته الحقيقيه مش هتظهر غير بعد التدريب لفتره طويله. وده اللي حصل اصلا مع كرينا، لان هي كانت بتتدرب اكتر منه بكتير، وساعتها الكهنه حكموا عليه انه عديم الموهبه، وان هو كان محتاج وقت اكبر قبل ما يعمل الاختبار، وان هو بس كان محتاج شويه وقت قبل ما يعمل الاختبار اصلا. ورودن بيتاكد ان ابنه عنده الموهبه، بس لحد دلوقتي ما يعرفش نوعها ايه. والين بيرفض يقول له انه مستدعي وحوش، ولسه مش مستعد يقول لهم الحقيقه بالكامل، وخايف ان هم يعرفوا انه بيقدر يتحكم بالوحوش، ساعتها هيخافوا عليه اكتر واكتر ويمنعوه من الخروج. وكده كده ما حدش يعرف انه اتجسد في العالم ده من اول وجديد. وتريشا بتفرح بابنها الصغير، ودلوقتي عرفت هو ليه كان بيرمي الاحجار كل يوم على الشجره، وكان طول الوقت بيتدرب لوحده ومخبى عليهم. والين بيعتذر لها عشان قال لهم على الموضوع ده متاخر شويه. ورودن بيقول له انت ناوي تعمل ايه يا بطل؟ الين بيعرف انه هيثبت قدراته في اجتياز الاختبارات، وهيستجمع شجاعته قدام الكهنه عشان يعرفوا قوته الحقيقيه. عمنا رودن بيكون فرحان جدا، وبيعرفوا انه لو واقع في اي مشكله هيكون جنبه دايما، وبيطلب منه يحفظ السر ده ما بينهم حاليا عشان الناس اللي هنا مش هيقدروا يستوعبوا الموضوع ده، غير انهم خايفين يطلع عليهم اشاعات في القريه. بس رودن بيطلب من تريشا انه يعرف جيرارد بس، وده عشان يغيظوا ويعرفوا ان ابنه قوي زي بنته، وكمان عشان يبطل يتباهى بسيادة السيف كل شويه. وانت كمان يا اسطوره بطل تتفرج وما تعملش لايك واشتراك، انزل اعمل لايك للفيديو وصلنا 5000 لايك، واشتراكك الجميل عشان فاضل تك على 200,000 يا اسطوره. وبعدها بيجي فصل الشتاء، والتلج بيكون مغرق المكان كله، والين بيكون فتح محل جزاره صغير جنب البيت كده، ومعلق كل الطيور اللي اصطادها عشان يبدا يقطعها. وجيرارد بيقول انا كنت عارف انك طفل مش عادي، وبيكون فرحان بيه وبياخده معاه على السوق. وجيرارد النهارده هيعلمه ازاي يتعامل مع التجار، وبيقول ان رودن اكيد مش مصدق نفسه بعد ما عرف قوته الحقيقيه، وبيعرف ان جيرارد خرج يصطاد خنزير قبل الشتاء، وده هيساعدهم يجمعوا فلوس اكتر السنه دي. والين بيعرف ان مفيش حد من العامه شارك معاهم المره دي، وده خلى خطه الصيد تنجح كالعاده. والين بيساله عن الفرق الحقيقي بين الفلاحين اللي زيهم وعامه الناس. جيرارد بيعرفوا ان الملك بيفرض على الفلاحين اللي زيهم 60% من الضرايب، انما باقي عامه الناس بيدفعوا 3 قطع ذهبيه كل سنه وخلاص. والين عايز يعرف حاجه مهمه جدا بالنسبه له، وبيقول لو في طريقه تخلي فلاح زي يبقى من عامه الناس. جيرارد بيعرفوا انه ده ممكن فعلا، بس هيدفع على كل واحد 10 قطع ذهبيه، وسمع ان البارون بيعمل الموضوع ده مجانا كمكافاه ليهم، بس لحد دلوقتي مش متاكد من المعلومات دي. وعمنا الين بيبدا يفكر في الموضوع، وبيعرف ان في طفل جديد جاي في السكه، وكده
كده عيلته محتاجين 50 قطعه ذهبيه عشان بس يتحرروا. وبعدها بيخش على متجر الحبوب، وجيرارد بيبدل 5 كيلو لحمه بشويه رز، وعمنا ألين بيعمل زيها هو كمان، وبيبدل 5 كيلو من لحم الطائر اللي اصطاده بشويه رز برضه، وبيشتري كمان فاكهه لعيلته وهو مروح، وبيعرف ان الكيلو من لحم الطيور بيعادل كميه حطب تكفيهم 4 ايام، وبكده يكون اتعلم التجاره بالمؤيده، والمره الجايه يعمل ابحاث عن السوق عشان يتعلم اكتر واكتر. وعمنا ألين شاطر وبيكون حافظ للطريق وبينزل السوق لوحده، وبيعمل قائمه بثمن المنتجات اللي بيبدلها بلحم الطائر بتاعه، وبيعرف ان العمله الذهبيه بتساوي 100 عمله فضيه، والعمله الفضيه بتساوي 10 عملات نحاسيه، وحتى العمله النحاسيه بتساوي 100 عمله حديديه. يا رجاله ده احنا عندنا جنيهات وقروش وواجعين دماغنا، وكيلو اللحمه اللي عنده بيساوي عمله فضيه واحده، وعشان يوفر 50 عمله ذهبيه محتاج يصطاد بتاع 500 طائر. وألين بيعرف ان الموضوع هياخد كام سنه فعلا، يعني مش هيفضلوا طول عمرهم فلاحين يعني، والموضوع هيكون سهل على لاعب محترف زيه. وبعدها ألين بيعدي على الصيدليه وبيسال الراجل على دواء بيشفي التهاب العضلات، وبيقول له ان الاعشاب العلاجيه موجوده ورا. وعمنا ألين بيفكر يستخدم الكتاب بتاعه ويرسم اشكالها، وبيبدا انه يفتح الكتاب وبيتخيل شكلها في دماغه، والفكره بتنجح فعلا وبيرسم الاعشاب بسهوله. وبعدها ألين بيساله على زهره المولر، والراجل بيقول له الزهره دي بالذات مش موجوده عندي، وحتى لو عندي مش هبدلها باي سلعه ابدا، وبيكون زعلان بعد ما باع اخر واحده عنده. وألين بيعرف ان جيرارد هو اللي اشتراها منه من شهر فات، والراجل بيتعصب جدا اول ما بيسمع الاسم ده، لان جيرارد ساعتها اقتحم المكان فجاه وطلبها منه، وفي الوقت ده الراجل طلب منه 5 قطع ذهبيه، بس جيرارد دفع 3 بس وقال له هجيب لك الباقي بعدين، وفضل يصرخ ويتحايل عليه عشان ياخدها منه بالسعر ده، وعرفه انه محتاج الزهره دي عشان يعالج صاحبه في اسرع وقت ممكن. وألين بيعرف ان جيرارد صاحب جدع فعلا، وبيعتبر رودن زي اخوه بالظبط، والراجل بيعرفه ان دي كانت صفقه خسرانه، ومن وقتها وهو متضايق ومتعصب جدا. وألين بيديله كيلو لحمه من اللي معاه، والراجل بيقول خد اللي انت عايزه من المكان، بس بيتفاجئ اول ما ألين بيقول له ان اللحم ده مجانا. وألين بيعرفه ان الزهره اللي خدها جيرارد انقذت ابوه، وبيكون قدم له خدمه فعلا لما وافق يبيعها بسعر اقل. وألين بيعرفه ان اللحمه دي هربون منه، والمره الجايه هيجيب له كميه اكبر برضه. وبعدها بيعدي على متجر اسلحه في السوق، وبيعرف ان السلاح ب 50 قطعه فضيه، وكده محتاج يصطاد 5 طيور عشان يعرف يشتريه. وبيلاقي الواد دوجو المتنمر مع ابن زعيم القريه، ودوجو بيقول له شيل ايدك من على المحل بتاعنا يا عبده فير انت. وألين بيعرف ان ابو دوجو صاحب محل الاسلحه، وابن زعيم القريه بيتمشى معاه طول الوقت. وألين بيكون ماشي بس دوجو بيهجم عليه وبيطلب منه يبقى تابع عنده عشان يبقى قوي زيهم، بس عمنا ألين بيتعصب وعايز يضربه، وبيفتكر انه شخصيه شريره بتقتل اللاعبين في اللعبه دي، وبيعرف انه لو اذاه مش هيكسب حاجه، بس بيخرج السيف بتاعه وبيحطه في وشه. وعمنا دوجو بيخاف منه المره دي، وبيقول ان ده مش عدل عشان هو مش معاه سلاح. ألين بيعرفه ان مفيش عدل وقت المعركه، وبيقول له روح اختار السلاح اللي يعجبك وانا مستنيك هنا. دوجو بيقول له لو راجل خليه كده لحد ما ارجع، وبيطلب من بيلي يراقبه فعلا لحد ما يرجع. ودوجو بيجيب العصايه بتاعته وبيهجم على ألين، بس عمنا ألين بيتفادى ضرباته بسهوله، ودوجو بيكون مندفع وكان هيقع على الارض، وبيهجم عليه مره ثانيه وألين بيتفادى كل الضربات، بس طبعا مفيش مقارنه بينه وبين كارينا ابدا. ودوجو بيقول له وريني قوتك يا عم الجامد انت، وألين اول ما بيهجم عليه بيطير سلاحه، ودوجو بيلاقي نفسه في موقف صعب وشكله بقى وحش قوي قدام ابن زعيم القريه. وألين بيقول له انا راجع من تاني عشان اشتري حاجات من عندكم، ودوجو بيكون متعصب بعد ما خسر في النزال، وعمنا رودن بيكون اتعافى ورجع احسن من الاول. وبعد سنه دوجو وألين بقى هما الاثنين صحاب، ودوجو بيجي عنده البيت عشان يتدرب على القتال، وحتى بيل ابن زعيم القريه بيروح يلعب معاهم. وعلى الناحيه الثانيه كارينا بتتدرب اكتر وبتعلم مشى القتال، وألين مستغرب انها بتتعامل معاه بالراحه عشان كانت دايما بتتدرب معاه بعنف وبتديله على دماغه. وعمنا ماشي هو كمان بيكون كمل 3 سنين، وألين مستنيه في اختبارات التقييم بعد 2 من دلوقتي. ودوجو بيقول له انا لسه عايش يا عم انت، وبيهجم عليه تاني بس في الاخر بيقع على وشه. وتريشا بتكون خليفه اخت الألين اسمها ميا، وبتلاقي رودن وجيرارد رجعوا البيت، وبتعرف من رودن ان زعيم القريه عمل لهم اجتماع النهارده وطلب منهم يزودوا عدد الخنازير اللي بيصطادوها السنه دي، وده هيخلي زعيم القريه يبعت معاهم ناس من عامه الشعب تاني. وتريشا بتكون متعصبه وخايفه رودن يصاب مره تانيه، بس رودن ما قدرش يعترض المره دي عشان الامر جاي من البارون ومش هيقدروا يرفضوا، ولو ما وفروش 15 خنزير السنه دي هيزودوا عدد الفلاحين اكتر واكتر، وده هيقلل حصتهم في الاكل والفلوس. ده غير ان الفلاحين الجداد هياخدوا مساحه كبيره من الاراضي بتاعتهم، وممكن البارون ساعتها ياخد منهم ارضهم. وألين بيعرف ان الموضوع ده بيهدد عيلته، والاسوأ من كده انهم طلبوا منهم 20 خنزير السنه الجايه. وتريشا بتقول ان العدد ده كبير جدا وتقريبا ضعف العدد اللي بيعملوه كل سنه، وكده محتاجين يصطادوا 2 في الشهر. ورودن بيعرف ان هم كده هيصطادوا كل 10 ايام ولا حاجه، وده في خطر كبير عليهم وعلى باقي زمايلهم، وطبعا كلهم فلاحين ومحدش هيقدر يعترض على البارون، ومهما عملوا او اعترضوا محدش هيسمعهم ابدا. وألين بيلاقي ان في ظلم كبير في حقهم، وبيحاول يلاقي معاهم حل للموضوع دوت، وبيقول ان هم لو عملوا كده البارون هيزود العدد كل سنه، وساعتها هيضطروا يصطادوا كل يوم حرفيا، وبكده البارون هيزود
يزود عدد الفلاحين. جيرد بيقول مالكش دعوه بكلام الكبار ده يا انت، بس رودن بيسكتوا وبيعرفوا ان الين عنده حق فعلا، وعشان كده لازم يوافقوا على انضمام الشعب في رحله الصيد، ولازم يلاقوا طريقه تساعدهم يعدوا من الازمه دي. والين بيفكر ازاي يخلي شخصيات اللعبه دي تفكر زيه، وعايز يدخل ناس جديده معاه عشان مستواه يتطور بسرعه، ورودن بيوافق ان الين يساعدهم في المهمه دي. وشكلنا كده داخلين على احداث ناريه الاسبوع الجاي، فانزل اعمل اللايك الجميل واشترك في القناه عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار يا اسطوره. واشوفكم في فيديو جديد وسلام.